يا مساء الخيرات على كل اهلاوي واهلاويه في المجره. معاكم شريف، ارجو دعمي بشير ولايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وعندك لينك في فيسبوك وهقول في كومنت، خش اعمل لي فولو وشير عشان الفيديو يوصل لكل الناس ونواجه اعلام الزملكاوي المنحاز. الزمالك يهرب من مواجهه النادي الاهلي العملاق، عملاق القاره السمراء، يهرب منه باقصر الطرق هربا. مش عايز يواجه النادي الاهلي في حالته، مش قادر ان هو يقول انا مش قادر الاعب النادي الاهلي، مش قادر يقول انا حاليا مش قادر على مواجهة نادي زي النادي الاهلي. النادي الاهلي بيكتسح حاليا وشغال في صعوده في الدوري العام، ويعني وبينزح نحو المركز الاول. طبعا نادي الزمالك مش عاوز يواجه الاهلي دلوقتي. طيب بيعمل ايه نادي الزمالك؟ نادي الزمالك شغال بقاله يومين، وزي ما قلت في الفيديو اللي فات ان في سيناريو موزع على كل الاعلام الزملكاوي بيقول فيه ليه النادي الاهلي ما لعبش بيراميدز لا دور اول ولا دور تاني. وطبعا اتكلمنا عن ان خالد الغندور هو اللي مدور الليله دي. طيب مبدئيا ليه ماسكين في نقطه ان الزمالك سوري ان النادي الاهلي ما لعبش بيراميدز لا دور اول ولا تاني؟ طيب انا شايف ان فكره ان النادي الاهلي ما لعبش بيراميدز دي اقصر طريق هربا لنادي الزمالك. ازاي؟ انا دلوقتي مش قادر العب النادي الاهلي، حالتي متدهوره، وغير قادر على ان انا اقول ده. وبدل ما نادي الزمالك يحل مشكلته ويحل ازمته ويبتدي يلعب على نفسه ويتمرن كويس لماتش القمه اللي هو هيبقى الثلاث الجاي، لا، لازم نخترق الاعذار ولازم نعمل مشاكل ونغلوش على فشلنا في الدوري. لازم نعمل حوار. طيب هل نادي الزمالك ما عندوش مؤجلات؟ يعني نادي الزمالك ماسك في حته لا هو ازاي يلعبنا من غير ما يلعب المؤجلات بتاعته والشغله الحمضانه دي؟ طيب السؤال المهم، هل نادي الزمالك ما عندوش مؤجلات؟ نادي الزمالك عنده مؤجلات، نادي الداخليه وبلديه المحله وطلائع الجيش وفاركو اللي هيتلعب كمان شويه ده. طيب هل نادي الزمالك ليه سايب دنيته وحاله محتاله وماسك في الاهلي؟ علشان نادي الاهلي هو بعبع نادي الزمالك. ده احنا عارفينه ومش محتاجين ان احنا نوضحه. ونادي الزمالك غير قادر حاليا انه يلعب مع نادي الاهلي، ولو لعب مع النادي الاهلي هتبقى مشكله كبيره لنادي الزمالك لانه هيخسر خساره فادحه. طيب ليه نادي الزمالك؟ يعني انا سالت السؤال ده لنفسي. يعني معلش انا هبتدي ان انا احط لنفسي حته ايه، انا مش هكون حاطط هبقى سايق النيه يعني مع نادي الزمالك واقول ماشي نادي الزمالك بيبحث عن حقه. بس نادي الزمالك بعيد كل البعد عن المنافسه. يعني نادي الزمالك في المركز ال11 ونادي الاهلي في المركز الثالث. ايه اللي يخلي نادي الزمالك يفتح سيره زي السيره دي؟ يعني مثلا الاولى للانديه اللي تتكلم في موضوع زي نادي بيراميدز ونادي الاهلي ده، نادي مثلا زي نادي المصري، نادي انبي، انديه قريبه من المنافسه مع نادي الاهلي على المركز الاول مع نادي بيراميدز المتصدر طبعا. دي الانديه اللي ليها ان هي تتكلم في موضوع زي ده. بس مع ذلك شايفين ان الانديه دي ماشيه في حالها وفي طريقها ومكمله وبتكسب وشغاله ما شاء الله عليها، والدوري قرب يخلص وهم ما شاء الله عليهم في مراكز متقدمه جدا. احتماليه ان هم يكسبوا الدوري مش بعيده. ونلاقي احنا كل ده نادي في قاع الترتيب في الدوري اللي هو نادي الزمالك بيتكلم في فكره ان الاهلي ليه ما لعبش مع نادي بيراميدز. انتوا متخيلين او انتوا فاهمين انا اقصد ايه؟ اللي اقصده ان نادي الزمالك قايم بدور التريبل ميكر او مختلق المشاكل او صانع الحوارات والغلوشه على فشله في الدوري. وتاني بكرر الموضوع ده في كل فيديو، نادي الزمالك لو ما اعترفش بمشكلته وبفشله الذريع في الموسم ده عمره ما هيعمل حاجة، ولا عمره يعني هيكسب دوري بقى، ولا هياخد افريقيا، ولا هيصعد كاس عالم، ولا الشغلة دي. تمام. طيب فكرة ان المؤجلات، نادي الاهلي اكتر نادي متضرر من فكره المؤجلات. يعني عشان بس الناس اللي بتفضل تقول ايه النادي الاهلي بيتجامل، النادي الاهلي بيتاجل له كتير، النادي الاهلي. وعلى سبيل المجامله يعني مبدئيا يعني انا لسه ما اتكلمتش في عقوبات حكام، ما اتكلمش في عقوبات الزمالك على اللي حصل في ماتش المصري، وجاي لكم في النقطه دي بعدين. بس انا بتكلم دلوقتي في نقطه تانية، المجاملات. نادي الاهلي متضرر واكثر المضرورين
من فكره المؤجلات. ليه؟ اولا ضغوطات الماتشات خلت الجهاز الاداري في حاله تشتت، تمام. خلت كولر حاطط كل الماتشات ورا بعض. لعيبه ان الاهلي نفسها بقت في صراع مع نفسها، ان اللاعب لازم يلعب، ان اللاعب ما ينفعش يتصاب، ان اللاعب لازم يكون محافظ على نفسه جوه الملعب عشان في ماتشات مهمه هتتلعب وما ينفعش فيها حاله الخساره. احنا النادي الاهلي حاليا لو كسب كل مؤجلاته وكل ماتشاته اللي جايه هيبقى فارق عن بيراميدز بفرق نقطه، ويتصدر بيها الدوري وياخد ويفوز بيها. لكن احنا دلوقتي زي ما قلنا ايه، بنتصارع مع نفسنا، تمام. ففكره المؤجلات دي محدش مضرور فيها قد ايه نادي الاهلي. يعني احنا بنلعب 18 مباراه، 18 مباراه دول احنا بنتنفخ فيهم حرفيا، اللعيبه بتتحرق فيهم حرفيا، وبنشوف اصابات وبنشوف ان اللعيبه مش قادره تقاوم، وبنقول عليهم ان هم ابطال لان هم لسه مكملين لحد دلوقتي وبيكسبوا. طيب دي نقطه المجاملات. طيب ارجع بقى للنقطه اللي حرقت دم انا شخصيا، واللي وضحت قد ايه ان لا ان التحكيم في مصر هو حاجه يعني معدومه الكرامه، ووضحت قد ايه ان الناس دي مهما اتعمل فيها مش هيصدوا ولا هيردوا، الا طبعا لو حصل مع النادي الاهلي. يعني عشان انا هديكم برضو كام مثال كده على اللي حصل مع النادي الاهلي، وهقول لكم ليه الكلام والطبطبه ما بتجيش على الاهلي، بتيجي على انديه تانية. طيب احنا شفنا ان العقوبات اللي حصلت على نادي الزمالك هي عقوبات يعني ملهاش اي لازمه، انا مش شايف لها اي لازمه. حول له جوميز للتأديب والتحقيق معاه، وشغله كده هتتطرمخ في الاخر واحنا عارفين اللي فيها طبعا، وعقوبات ماليه اي كلام. طيب هل ده رد فعل عادي للجنه الحكام؟ يعني هل انتوا شايفين ان انتوا كده ردتوا كرامتكم؟ انتوا اتمسح بيكوا الارض، او اتمسح بالحكام في ماتش الزمالك والمصري الارض، وشفنا تطاول من الجهاز الاداري. شفنا عبد الله السعيد وهو داخل بدماغه في الحكم، شفنا جوميز وهو ماسك الحكم الرابع بيبهدله. ده غير طبعا ان اللي احنا شفناه ما سمعناهوش. يعني احنا شفنا مثلا ان جوميز زق الحكم الرابع، اداها له في صدره كده والله العظيم اداها له في صدره كده. ما شفناش وما سمعناش بقى قال له ايه، تمام. غير بقى ان في حاجات من دي حصلت في الايه في الماتش. هل انتوا شايفين ان العقوبات دي عاديه لنادي الزمالك، ولا انتوا ماشيين بمبدا ايه خلاص مش هبقى انا والدنيا عليه؟ طيب الناس اللي بتتكلم في المجاملات، هل انتوا شايفين ان دي مش مجامله لنادي الزمالك؟ احنا ما كناش محتاجين تقرير للحكام ولا الحكم الرابع ولا مراقب المباراه علشان نعرف اللي حصل في الماتش. لا ده اللي حصل قدام عينينا. يعني انا ممكن وانا قاعد في بيتنا اكتب التقرير ده، ومش هكتبه باي حياديه، لا ده انا هتكلم باللي حصل بالظبط. هو كده كده اللي حصل فضيحه، ضرب، سب، ويعني قله ادب وقله قيمه للحكام. أنا مش بتكلم عن نادي الزمالك، يعني نادي الزمالك ده وضعهم من زمان. نادي الزمالك عمره ما اعتبر ان هو بيلعب في نادي كبير. مفيش لاعب اعتبر ان نادي الزمالك ده نادي كبير ولازم يكون محافظ على نفسه وهو ماسك ولابس التيشيرت بتاعه. مفيش الكلام ده يا باشا. انا لابس نادي الزمالك وادوس على وش اي حد. هل ده عادي؟ طب سيبك بقى من ده كله، سيبك بقى من ده كله. تعالى نشوف هل اللي بيحصل مع نادي الزمالك بيحصل للنادي الاهلي ولا لا. انا جايب لكم مثال ل... من 2007 و2017. 2007 ايام مانويل جوزيه كان في ماتش للاهلي وبلديه المحله، وجوزيه اعترض لفظيا على الحكم. اتعاقب ازاي مانويل جوزيه؟ اتوقف 4 ماتشات ودفع غرامة 50,000 جنيه. كم؟ 4 مباريات و50,000 جنيه. حسام البدري 2017 لما بص للحكم محمود عاشور، لو انتوا فاكرين الماتش ده 2017، لما بص للحكم نظرة من فوق لتحت جابه كده، هي كانت نظرة قاتلة، نظرة مهينة جدا، نظرة اتدفع فيها 10,000 جنيه غرامة، وحسام البدري توقف فيها ماتشين. انتوا متخيلين؟ يعني نظرة اتحكم فيها بماتشين وقف و10000 جنيه غرامه. وعشان جوزيه 2007 اعترض على الحكم لفظيا، ايه اللي حصل؟ 4 ماتشات و50,000 جنيه غرامه. دي عقوبات ماشي، يعني دي عقوبات مش هقول لك ان هي اوفر
مش هقول لك ان هي لا مش مستاهله، مش هقول لك ان هي عاديه، مش هقول لك ان هي ان فيها كان في تحيز جامد، ولكن انا هقول لك اللي حصل حصل، واللي كان من وجهة نظر الحكم ساعتها عمله. طب نيجي بقى في الماتش بتاع نادي الزمالك وبيراميدز، نادي الزمالك ومصري، نشوف بقى اللي حصل ساعتها. هل الاعتراض اللفظي واعتراض بالايد، يعني على حسب اللائحه الاعتراض على الحكم درجات، هل اعتراض لفظي ولا هل اعتراض بالايد ولا وكل حاجه ليها عقوبتها. احنا شفنا في الماتش ده كل حاجه. كل حاجه والله، اعتراض لفظي، اعتراض بالايد، زق، شتم، بقول لك عبد الله سعيد دخل في الحكم بدماغه على حكم الساحه، فهل ده عادي؟ هل لجنه الحكام هل بكده ردت اعتبارها؟ لا. لا، من وجهه نظرنا احنا شفنا ان لجنه الحكام هي لجنه بكل المقاييس، لجنه غير مؤهله ان هي تمسك حاجه زي كده. انت لما بتعاقب او لما بتحاسب حد بتحاسبه على حسب اللائحه مش على حسب كيفك. اللي حصل ده فضيحه، فضيحه، وهنفضل نتغنى بيها طول عمرنا، وهيفضل مثال نفضل نقوله في اي حاجه تخص الزمالك. ومحدش يطلع يقول اصل الزمالك كان برضو الحكم جاي عليه طول الماتش، مش مبرر. مش مبرر. ما احنا شفنا النادي الاهلي الحكام ظلموه وعمره لا مد ايده على حكم ولا شتم حكم، بس ايه اللي بيحصل؟ بنعمل شكوى في الحكم، بيتحقق مع الحكم. بس انا طبعا مش بقول الكلام ده على نادي الزمالك، لان اللي بيحصل او اللي يعني اللي انا بقوله ده بيحصل في الانديه المتحضره والمحترمه، مش في الانديه اللي ملهاش علاقه لا بالاحترام ولا بالادب ولا باي حاجه، يعني عايشه في المريخ مش عايشه معانا اصلا. فيعني ده كل ردي على الهلس اللي بيتقال بقاله كام يوم. واتمنى كل التوفيق لماتش نادي الاهلي النهارده. اتمنى ان هو يحصل على ال3 نقاط في نادي مع نادي الداخليه، والماتش يبان سهل بس هو مش سهل. وماتش نادي الاهلي هيكون عليه ضغوط جدا، ضغوط شديده على النادي الاهلي ان هو يقتنص ال3 نقاط دول. واتمنى يعني يكون خير وان شاء الله، واتمنى تكون الرساله وصلت.